السلام عليكم ويا اهلا وسهلا بيكم في بيتكم التاني بيت سوبر مامي او قناة بيت سوبر مامي. ما تنسوش تدوسوا على علامة لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديو اول ما بنزله ان شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو حلو جدا من الفيديوهات الظريفة اللي انتوا بتحبوها وكلنا بنحبها، افكار للفطار والعشاء، وان شاء الله كمان ضمنا في وسط الافكار هقول لكم. طيب احنا هنا عاملين خليط من الأجبان عبارة عن جبنة بيضة وعليها قريش سوري، وعليها قطعة صغيرة من جبنة الخزين حادقة شوية، ومعلقة من الطحينة، فلفل أخضر وفلفل أحمر، ولو في جزر ممكن كمان تحطي جزر. بنحط كمان كزبرة مجففة أو بقدونس مجفف، لأن احنا هنسيبها في التلاجة فترة زي يومين أو 3. أي خلطة بتعمليها حضرتك وتشيليها في التلاجة يفضل جدا تكوني حاطة لها زيت وتستخدميها بمعلقة نظيفة عشان ما تبص. الفكرة التانية هي ان احنا نقعنا الفول من بالليل للصبح، والصبح غيرنا عليه مية طبعا، وابتدينا نحط عليه حمص. طبعا ممكن تستغني عن الحمص، انا في الاصل بحط فلفل فول مدشوش، ولكن علشان ما كانش عندي يعني فحطيت شوية من الحمص، وحطينا كمان شوية من العدس الاصفر وهننقله في الدماسة. طبعا لو ما عندكيش دماسة عادي جدا جدا تحطيه في الحلة. معلش بعتذر بقى على الصوت ده. وترفعيه على البوتاجاز وتسيبيه بقى من 5 ل6 ساعات على نار هادية جدا. لما هتحبي تزوديه بتزوديه مية مغلية. هنحط عليه رشة كده من الكركم بتعزز اللون وبتخلي لونه فاتح، هتشوفوه معايا في نهاية الفيديو، وهتبقى وصفة حلوة جدا. ونخش على الوصفة التانية. كنت نقعة كمان مع الفول حمص اللي هو العادي الكبير ده، حمص شامي، ونقعة فاصوليا بيضة. طيب هنقول نستخدمهم ازاي في الفيديو بإذن الله. بس انا لما باجي اسلق البقوليات بحط لها ورقة لورا وبحط لها فصين حبهان كده عشان بيدوها طعم حلو. طبعا ان احنا نحضر حاجاتنا بيوفر معانا وقت ومجهود وافكار وحاجات كتير. طيب رفعت كله على النار وحطيت المية غليتها، الفاصوليا البيضة كمان علشان ابتدي ازود على الفول واخده غلوة الاول، وبعدين اغطي عليه واسيبه على نار هادية جدا. بعد ما استوى الفول بننقله في علبة. شايفينه شكله ازاي حلو جدا. دول كنا شاريينهم مع بعض ب15 جنيه. تعالوا نشوف هنعمل منهم وصفتين حلوين جدا. كانوا شوية ب15 جنيه. هناخد شوية من الفول بتاعنا ونضربه في الكبة ونضيف له اضافات ان شاء الله تعجبكم. واهم شرط اهم شرط هقوله في كل وصفة، ازاي تحافظي على الحاجات دي في التلاجة عشان الدنيا حر والاكل ما يبص منك. بالنسبة للجبنة 3 ايام بس في التلاجة لان عليها خلطة وكده. بالنسبة للفول بنحطه برضو حوالي 4 أو 5 أيام بس المضروب. لكن لو ضربتي كمية كبيرة كل كمية الفول يبقى هتنقليها على الفريزر. معلش ركزوا معايا في النقطة دي كويس قوي، يا رب تسمعوها في الفيديو عشان في ناس ساعات ما بتسمعش الفيديو كله عشان ما يبص منكم. لو هتسيبي الفول مضروب فترة طويلة يبقى تحطيه في الفريزر افضل. تمام. انا مجرد ان انا هضربه بس كده في الكبة او في الخلاط او في اي حاجة مع شوية من ميته، وهبتدي احطه واشوف بقى الاضافات اللي انا هحطها عليه. افكار كتير قوي قوي للفول بتوفر الصراحه. ممكن تعمليه عادي، ممكن تقسميه على اكياس. هما الصراحه ما كانوش كميه كبيره، يعني الكميه اللي انا جايباها دي تكفي معاكي اسبوع. ب 14 جنيه دي تكفي معاكي اسبوع او 15 يوم. تمام. او 10 ايام. بعتذر لو مش كل يوم بتاكلي فول، لكن لو اعدادكم اكبر طبعا يبقى مش هتكفي. طيب هنا ضربنا الفول اهو. طبعا هو لما بيتضرب بتزيد كميته وبيبقى ناعم خالص، والناس اللي بيحصل لها مشكله في معدتها من القشر يبقى احنا قضينا على المشكله دي خالص. تمام. لان طبعا اللي بيتعمل بره بيكون قشرته ناعمه قوي قوي غير اللي احنا بنشتريه، بسبب ان هم بيحطوا له مواد كده بتخلي القشره بتاعته تبقى ناعمه. تمام. طيب هنضيف اضافات بقى طحينه، وهنضيف فلفل اخضر اللي احنا كنا عاملينه برضو مجهزينه، اللي هو الفلفل الاحمر الاخضر على الاخضر الحار على البارد. وهنضيف ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه. هنضيف زيت طبعا وملح. انا حطيت الفلفل اهو. الطحينه دي احنا عاملينها في البيت. والطحينه في البيت في طريقتين لعمايلها. لو انت هتعمليها بره هيطحنها لك هو في فتح الله والكلام ده من غير زيت، فبتبقى كويسه جدا الصراحه.
ونفس السعر تقريبا، مش بتوفر قوي لان هو بياخد السمسم قدام عينك يطحنه كله. طبعا هما مطحينهم جامده من غير زيت، فبتبقى صحيه قوي لو حد عامل دايت ومش عايز يحط زيوت عليها. لكن اللي احنا بنعملها في البيت بنضطر نحط لها شويه زيت، علشان الخلاطات والحاجات بتاعتنا ضعيفه تقدر تلف. تمام كده. طيب هنحط الخلطة زي ما انتوا شايفين كده، اخلطها مع الفول وكمان هحط على الوش. ايه الحاجات اللي انا لازم اعملها قبل ما ابتدي تجهيزات زي كده؟ لازم اشتري مشتريات يعني اللي هي هشتغل فيها. نقدر نجيب بيض، الفول، نقدر نجيب الجبنة القريش والجبنة البيضة، نقدر نجيب طبعا العيش، نقدر نجيب خضار زي خيار، طماطم، جرجير، فلفل الوان، نقدر نجيب بطاطس، بدنجان، نقدر نجيب شوفان، والشوفان مهم قوي بنعمل منه وصفات كتير. مش مهم يعني، بس هو حاجة بتسد معانا. غلة لو تعملوا بليلة، نجيب طبعا زيتون. الحاجات اللي هي بتعمل ايه شكل للاكل كده. نجيب شويه جبنه موتزاريلا، ممكن نعمل منها وصفات. تمام كده. طيب انا دلوقتي عملت عليه رشه كمان من البابريكا الحمراء، وهحط الخلطه بتاعتي كلها على الوش. عشان كده بقول لكم علبه الفول دي لو مش هتستهلكوها في خلال يومين ثلاثة، يبقى ترفعوها على الفريزر ضروري، لان هتبوظ. لانها بتكون بتحمى على بعض الخلطة. يعني اي حاجة فيها خلطة يا جماعة المكونات بتاعتها بتبوظ بسرعة. تمام. طيب يعني انا ممكن اعمل الفول بتاعي كله واحفظه في الفريزر وانزل بقى على قدي، بس انا عشان سلقه كميه، يعني عامله كميه فول صغيره قوي اصلا تكفي لغايه اسبوع بس. خلاص. حطيت رشه من الكزبره مجففه، وادي الفلفل الاخضر اهو على الوش، وحطيت ايه الخلطه والزيت، وهدخله في علبه في التلاجة استخدمه وقت ما انا عايزه. اهي الطحينه تاني اهي. فطبعا خلطه حلوه قوي وجميله جدا، وجربوها بالطعم ده هتعجبكم قوي قوي. بلاش تحطوا عليها توم لو هتسيبوها في التلاجة من تحت، علشان بتعمل ريحة مش ظريفة لما بيكون التوم موجود في الايه في التلاجة. زي ما قلنا بنحضر خضار، فلما بنحضر الخضار بنقطعه كله ونبتدي نعمل منه وصفات. طيب اول حاجه هعملها معاكم وهقول لكم الافكار دي ازاي تقدروا تستخدموها في فطاركم. اول حاجه هعملها مع حضراتكم ان انا هقطع الفلفل الالوان الاحمر والاخضر والاصفر، وهبتدي اشتغل بيهم في الوصفات. طب انا ممكن اعمل افكار ايه للفطار بقى طالما احنا بنجهز اهو مع بعض؟ ممكن يوم تعملي شوية من الفول زي ما انت شايفة كده وتعمليهم سندوتشات للولاد. طيب لو انت مش عايزة تاكلي عيش، او انت عاملة نظام غذائي او كده فمش عايزة تاكلي عيش، فهتكتفي بالفول بالخلطات اللي عليه دي، تاكليه بالشوكة كده وجنبه شوية فلفل اخضر او فلفل احمر وخلاص على كده. لان لو انت يعني سبتي نفسك في موضوع العيش ده الصراحة، مع الفول وحلاوته والتحبيشة بتاعته هتغمسي عيش كتير قوي. خلاص. فيبقى وانت ممكن تاخديه كده بالشوكه زي ما هو قيمه غذائيه في نفسه، وعليه الزيت وعليه كل حاجه. طيب دلوقتي الفاصوليا البيضاء اللي احنا سلقناها نقلتها خدت منها شويه في علبه والباقي حطيته في الفريزر. هعمل منه سلطه فاصوليا بارده كده في الصيف، تتاكل جنب فطار، جنب غدا، جنب عشاء. هقول لكم ازاي. هنا حطيت عليها كمون، كزبره. بصوا البهارات اللي هقولها دلوقتي خاصه بالاتنين، بالحمص وبالفاصوليا البيضاء. كمون، كزبره، حطيت بقدونس مجفف. هنحط الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض، ملح، فلفل اسود، زيت، وعصير ليمون. تمام. نفس البهارات دي هحطها برضو في الحمص، بس الحمص هزود عليه الفلفل الالوان. طيب ممكن استخدمها ازاي الفاصوليا البيضاء الصبح في الفطار او في العشاء؟ تقدري تعملي طبق عبارة عن شوية من الفاصوليا البيضاء، اهي بقوليات، وجنبها يعني بروتين نباتي، وجنبها مثلا بيضة مسلوقة، وجنبها ربع رغيف وشوية من السلطة. او تقدري تعملي شوية من الفاصوليا البيضة وتحطي جنبها شوية من الجبنة القريش، وبرضو تحطي شوية من السلطة. تمام. او تعملي الفاصوليا البيضة دي تحطيها في طبق كده، وتخلطي معاها شوية من السلطة، وتقطعي عليها بيضة مسلوقة، فتبقى قيمة غذائية عالية جدا، بروتين نباتي وخضار وبروتين حيواني اللي هو البيض. ده في حالة ان انت طبعا مش عايزة تاكلي عيش كتير وحاجات زي كده. خلاص كده. لو انت هتاكليها كده كسلطة بتبقى حلوة قوي جنب اي نوع خضار بتتغدي بيه كمان. فدي حاجات موفرة، وانا كنت جايبة كمية كده ب17 جنيه. انا بقول لكم الاسعار لان انا ايه معايا النوت بوك اللي كاتبة فيها الاسعار. ورحت عاملاها كلها وشايله شويه في الفريزر وشويه عملتهم معاكم كده طبق سلطه.
بالنسبه للبقوليات، اهم حاجه ان انت تنقعيها من بالليل للصبح، وتصحي الصبح تغيري عليها الميه، ولو بالليل برضو قبل ما تنامي تغيري عليها الميه، علشان بتعمل زي رغاوي كده بيضة، عشان ما تبقاش تنفخ البطن. طيب هنا دلوقتي انا حطيت شويه من الحمص، وبرضو بقيه الحمص ده هشيله في الفريزر. انا سلقت برضو، كنت جايبه كميه برضو ب 15 جنيه. شوفوا، انا عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي اشتريناها مع بعض اول الاسبوع اللي فات، ان شاء الله انتظروا الاسبوع ده برضو هنشتري حاجات وهنشوف هنوظفها ازاي. الحمد لله احنا الحاجات اللي اشتريناها الاسبوع اللي فات مع بعض عملتها معاكم في الوصفات وشفتوها واقعي بنحضر منها ازاي. طيب هنا نفس الكلام، الحمص هحط عليه ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، عصير ليمون، هنحط بقدونس مجفف، كزبره ناشفه، وبتاع ده، وكمون، وعصير ليمون، وشويه برضو من الفلفل الالوان. برضو تقدروا تستخدموا الحمص بنفس الطريقه اللي بقولها لحضراتكم دي. يعني انت لو عملتي طبق سلطه وحطيتي عليه شويه من الحمص ده اللي بالفلفل، وقطعتي عليه قطع مكعبات من الجبنه، وفطرتي بيه او اتعشيتي بيه، وصفه متكامله مشبعه جدا. عشان الناس اللي هي بتقول لي ايه احنا ما بنعرفش ناكل من غير عيش، فانا بديكوا طرق اهو ان انتوا تشبعوا نفسكم من غير عيش، لان العيش سعراته عاليه قوي، في النهايه هو تقيل. تمام. لكن الحمص والحاجات اللي زي كده فيها ميزه حلوه ان هي بتشبع، وبتاع ده، بتشبع فتره طويله، وفي النهايه بروتين نباتي. بالنسبة للشوفان طبعا تقدروا تجيبوه، تقدروا تستخدموه من اللي هو كوبايات الشوفان اللي بتتعمل من بالليل في الصبح. بتجيبي كوباية ازاز او برطمان، بتحطي فيه معلقتين من الشوفان، تحطي عليهم شوية من اللبن، تحطي عليهم اي نوع فاكهة، موز، تفاح، اي حاجة، معلقة من العسل، وتقفلي البرطمان وتاكليه تاني يوم الصبح، بيبقى بارد كده شبه المهلبية، ويبقى حلو جدا. تمام. طبعا ممكن تعملوا رز بلبن، يبقى الفطار برضو والعشاء عادي جدا. ممكن تعملوا كيكة، طبعا دي حاجات اللي انتوا عملناها قبل كده يعني. انا بحاول اعمل حاجات جديدة. تمام. طيب ممكن ان شاء الله هتلاقوا في صندوق الوصف كل الوصفات دي موجودة، وغالبا كمان هتكون على صفحتنا على الفيسبوك. الصفحة هتلاقوها في اول تعليق مثبت، وهو باسم بيت سوبر مام. هنا هقطع جرجير غسلته كويس قوي وهعمل سلطة. بس انا الصراحه السلطه دي عشان كنت هستخدمها في نفس اليوم، تمام، فحطيت عليها الملح والفلفل والليمون والحاجات اللي زي كده. لكن لو انتي مش هتحطيها يعني هتحفظيها في التلاجة، ما تحطيش عليها لا طماطم ولا اي بهارات ولا اي حاجه، خلاص خليها خضرة كده. طبعا تقدروا تعملوا مثلا طبق من المربى، وجنبه قطعة عيش او توستاية، وتفردوا عليها المربى، وتبقى فطرة التوست مثلا بالمربى، او نص رغيف او ربع رغيف بالمربى، وهكذا. ده في حالة ان انت بتاكلي عيش كل يوم. يعني السندوتشات طبعا ما فيش اسهل من، على فكرة ممكن تحضري اكتر من سندوتش او توست، وهنبقى مرة نعملها وتشيليهم في الفريزر ما يجرالهمش حاجة، وتطلعيهم وتستخدميهم بالفطار. يعني لو انت بتشتغلي بقى ووقتك ضيق قوي يعني، فهو ده اللي بينفع. في ناس تقول طب واحنا هنفرز كله ليه، ما مثلا نصحى الصبح بسرعة نعمل للولاد السندوتشات. ما ساعات بتكوني انت سايباهم ونازلة انت كمان رايحة الشغل. تمام. فبتبقي محضرة لهم اكلهم، خلاص كده. طيب طبعا الفول ممكن تستخدميه في كذا حاجة، ممكن تستخدميه كطبق رئيسي تتغدي بيه، وممكن تستخدميه في العشاء او سندوتشات، او ممكن تعملي طبق جبنة بالطماطم، بس ده يتاكل في يومها. ممكن نسلق كمية من البيض المسلوق ليومين او ثلاثة ونشيلها في التلاجة، مش بيجرى لها حاجة خالص، تبقى زي الفل وممتازة. الخضار تغسليه وتحطيه في علب وتلفيه بفوط وحاجات بتاعتنا كده، بتبقى نظيفة برضو زي الفل. تمام. هنا السلطة انا حطيت لها بهاراتها، لان انا كنت هستخدمها في نفس اليوم. تعالوا نشوف التحضيرات اللي حضرناها بقى مع بعض. ادي سلطة الحمص بالخضار، وادي فاصوليا البيضة، وادي السلطة الخضراء. عملنا تجهيزات حلوة قوي تنفعكم ان شاء الله، تحطوهم في التلاجة. بس اهم حاجة ان انتوا تاخدوا بالكم قوي من وانتوا بتاخدوا البهارات قصدي السلطات والحاجات دي بمعلقة نظيفة وتكون ناشفة. تعالوا نعمل وصفة حلوة جدا برضو. التين في السوق اسعاره حلوة، فانا ده الصراحة يعتبر كيلو الا ربع من التين، لان اتاخد منه كام واحدة كانوا طريين شوية. احنا عايزين التين اللي ماسك نفسه. قطعتهم وحطيت عليهم بالظبط 4 معالق، 3 معالق مليانين من السكر بس. ما حطيتش نص كيلو سكر ولا الكلام ده. خلاص احنا هنعمل هنا مربى سعراتها قليلة وسكرها قليل. هحط عليه السكر 3 معالق من السكر، واحطه في التلاجة من بالليل للصبح.
الصبح بقى هتلاقوه نزل الميه بتاعته زي ما شفتوا حضراتكم كده. هرفعه على البوتاجاز في الحله وهوطي النار جدا جدا. السر في ان المربى دي تنجح وهي سكرها مش كتير ان تبقى النار واطيه، وان انت تنزلي السكر من بالليل للصبح على الفاكهه ايا كان نوعها. بالذات طبعا الفاكهه اللي هي ليها اجزاء كبيره زي مثلا الخوخ، زي التفاح، ممكن تعملي مربى التفاح نفس التكنيك. تمام. بس هنا بقى مثلا التين بيليق معاه قوي قوي القرنفل، بتحطوا 3 قرنفل كده وبعدين تبقوا تشيلوهم لما تخلصوا، بيدي طعم حلو قوي قوي لمربى التين الصراحه. طيب هنرفعه بقى على بوتاجاز على نار هاديه جدا جدا لغايه ما يغلي. بصوا هو نزل ميه ازاي، وهنضيف عليه عصير نص ليمونه. تمام، عشان ما تسكرش مننا. وافرضي انا بقى دلوقتي التيم موجود، فافرضي انا عايزه اعمل كميه مربى واحتفظ بيها، هحتفظ بيها ازاي؟ هتعمليها بنفس الطريقه، بس هتحط لها ذره من ملح الليمون. لو هتحتفظي بيها فتره طويله هتحط لها ذره كده من ملح الليمون، وتبتدي تعمليها بنفس الطريقه دي وتشيليها في برطمانات في الفريزر ما يجرالهاش اي حاجه. انا السنه اللي فاتت كنت شايله مربى لارنج وطلعناها الحمد لله واتاكلت لايام اللارنج، وكنت شايله مربى فراوله وبرده اتطلعت من الفريزر وما بيجرالهاش اي حاجه. تمام. شايفين بقى بتاخدوا بالمعلقه كده بعد مرور تقريبا نص ساعه وتدخلوها الفريزر. تمام، تدخلوها الفريزر. لو لقيتوها مسكت كده شايفين وبقت تخينه، يبقى كده ايه تمام وبقت زي الفل. هتحفظوها بقى في علبة وتدخلوها التلاجة عادي. الفكرة اللي بعد كده البطاطس الصغيرة دي مش مسلوقة ولا حاجة، هي اتنقعت في مية وخل واتغسلت كويس جدا بفرشة، ويتحط عليها بهارات ملح فلفل اسود بابريكا زعتر بصل بودر توم بودر زيت. ويا اما هتحطيها على صينيه وتدخليها الفرن، يا اما هتحطيها في القلايه الهوائيه. برضو ممكن تتقدم مع الغدا، ممكن تتقدم برضو مع الفطار. ازاي؟ شويه بطاطس وشويه من سلطه الحمص وشويه من الجبنه القريش. وهنا بقى مش هتاكلي عيش لان انتي البطاطس فيها نشويات. انا بديكوا افكار كتير قوي للولاد وتبقى فيها تغيير علشان ما يزهقوش. دي تتحط في علبه في التلاجة ما يجرالهاش اي حاجه. برضو ممكن تطلعيها على طاسه كده تسخنيها بشويش، هتبقى زي الفل وجميله. تمام. فدي افكار حلوه قوي. البطاطس الصغيره دي بتبقى سعرها حلو وقليل وبتبقى جميله قوي جنب المشاوي جنب الكفته جنب الغدا. انا كنت عاملاها يومها جنب كفته، بس حبيت اجمع لكم في الفيديو ده كل الافكار اللي انا عملتها. تمام. اهي بصوا شايفين شكلها محمر ازاي وحلو. طبعا لو عملتيها في الفرن هتبقى محمره برضو جميله وما فيهاش اي مشاكل. طبعا ممكن نعمل بطاطس مهروسه عاديه خالص وتحطوا عليها قطعه زبده. طيب تعالوا بقى نعمل وصفة تانية من الفول. طبعا انتوا شفتوا ان انا كنت في فيديو سابق كنت مفرزة البصل مع حضراتكم كده وقسمته بشكل مكعبات. بصوا بتطلعيه بيبقى مكعب ازاي. تحطيه في طاسة وهو مجمد كده عليه وتسيبيه شوية على نار هادية هيبتدي يفك. هتضيفي له معلقة من الزيت وتضيفي له الخلطة اللي احنا هنعملها. هنعمل فول بالسجق او بالصدق زي ما الاسكندرانية بتقول. طيب الفول ده بنكون مثلا 2 بس صدق، والله 2 مفيش غيرهم. البصل بعد ما يعني فك كده وابتديت اقلبه بالمعلقه. طبعا شوفوا التفريزات بقى، البصل الصلصه الحاجات زي كده هتساعدكم كل يوم في الاكل. انت يوم حتى مالكيش مزاج هتروحي سحبه علبه فول من اللي هي متحبشه دي وتسيبيها تفك وتفطروا بيها او تتعشوا بيها، تطلعيها الصبح مثلا تعشوا بيها. طيب هنقلب كده البصل مع الصدق بالشكل ده لغايه ما يبتدي هو ايه يعني يخش في السوا عشان ما يبقاش ني. بعد كده هننزل عليه كميه من الطماطم حلوه وننزل عليه فلفل حار. لو مش عايزه خلاص ما تحطيش، بس هو الصراحه الوصفه دي لما بتبقى مش حراقه كده بتبقى مش حلوه الصراحه. المهم وبعدين هنحط الطماطم ونسيب الطماطم بقى مع السلق كده تدبل وتبتدي تنزل الصوص بتاعها كده الاحمر الحلو. بعد كده هننزل عليها الفول ونبهر برضو بكزبرة ناشفة وملح وكمون. يبقى كده عملنا احلى علبة من الفول بسلق. طبعا تحتفظي بيها برضو في التلاجة. يعني تخيلي ان انت مثلا الصبح تروحي مطلعه علبة الجبنة، بس اهم حاجة تاني بعيد معلقك تكون نظيفة. طلعي علبة الجبنة بتاعتك وعلبة الفول بالصدق بتاعتك وتعملي لولاد سندوتش وسندوتش. شوفوا التغيير حلو ازاي. طيب يوم تاني تروحي مطلعه لو هما بقى بياكلوا عيش، مطلعه شويه من البطاطس بتاعتنا اللي احنا عملناها دي وتحطي جنبها سندوتش من الجبنه القريش بالخلطه وياكلوه برضو يفطروا بيه. تمام. ادي الفول اهو نزلته عليها.
ده انا كنت الصراحه شايلاه في علبه في الفريزر، ففكيته من التفريز بتاعه وابتديت عملت بيه وصفه الفول بالصدق للعشاء، ممتازه جدا وحلوه قوي قوي وبتبقى ظريفه يعني. ده بيكون شكله. اخر وصفه معانا من البطاطس برضو، لان احنا بنحاول نعمل وصفات ما فيهاش اجبان كتير. هنعمل البطاطس ونقطعها مكعبات ونحط عليها رشه من الزيت، تمام، ونحطها في القلايه الهوائيه او في صينيه زي ما انت عايزه، ونبتدي نحط جنبها من الفلافل اللي احنا عاملينها مع بعض نص مقليه اهي. هتلاقوا الفيديو موجود على القناه، كنت عامله 70 قطعه من نص بالظبط فول مدشوش. انا دخلتهم القلايه، تمام، ربع ساعة هيكونوا الاتنين اتقلوا. برضو هتقدميهم بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده. هنرش عليها ملح مبهر، وان شاء الله نعمله مع بعض قريب باذن الله في فيديو البهارات. وهنبتدي تتقدم بالشكل ده، جنبها شوية طبق من السلطة، يبقى عشاء او فطار ممتاز جدا. وفي عيش وفي قصدي النشويات اللي هو البطاطس وفي الفلافل. وممكن طبعا تعملي الكلام ده كله سندوتشات للولاد وتحطي عليهم كمان شوية من السلطة مخلل. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد على خير، سلام.